مرحبا. في هذا الفيديو المقتضب سأقدم بعض النصائح البرقية لتلاميذ البكالوريا سواء شعبة الآداب أو الشعب العلمية. أو أهم شيء غدا في الامتحان إن شاء الله وأرجو لكم التوفيق هو أن يلتزم التلميذ بالهدوء قدر المستطاع، يتنفس بعمق ويسترخي، يحاول أن يسترخي لأن الانفعال لن يؤدي إلا إلى الاضطراب وإلى الخوف، وهذا ما لا قدر الله ستكون له تبعات سلبية. إذن الهدوء. ثانيا حسن الاختيار. ثالثا حسن التعامل مع الوقت. بالنسبة إلى تلميذ الآداب زوز مواضيع ونص باش يختار منهم واحد. أهم شيء بعد ما يرتاح، بعد ما يتنفس باش ما يدخلش بعضه، يحاول يركز باش يختار أنه منهم الأصلح له، يعني الأسهل له. زوز مواضيع ونص، واحد منهم باش يختار حسب الأسهل بالنسبة إليه. بعد ما يختار وهدينا وكنا هادين وكل شيء، ننتقل إلى أهم نقطة ألا وهي التعامل مع الوقت. عندنا 4 سوايع كاملين، 4 سوايع كاملين باش نقسموهم عمل تحضيري بريوم وعمل تحريري ورقة نظافة لوقت التلاميذ. بالنسبة للعمل التحضيري فيه تفكيك، فيه تخطيط، فيه حسن تعامل مع الوقت. يلزمو يكون بين ساعة ونص، في تلك الحدود، ما يتجاوزش مثلا ساعة ونص. في صورة ما التلميذ معناها تجاوزنا الوقت هذايا ولا مش مشكل، لكن ماذا بينا لا يقل العمل التحضيري تفكيكا وتخطيطا بكل راو الاشياء اللي فيه: تفكيك المفاهيم، شرح المفاهيم، العلاقات بالمفاهيم، استخراج المسائل النظاميه، استخراج التبعات، استخراج الاشكاليه، التخطيط، استخراج الافكار، استخراج المرجعيات المناسبه لتلك الافكار. يعني الخدمه هذيك الكل لازمها ما تقلش على ساعه، وماذا بينا ما تتجاوزش ساعه ونص. علاش؟ باش الباقي نحرر وانا مرتاح. هذا بالنسبه الى شعبة الاداب. بالنسبه للشعب العلميه، الشعب العلميه الاكزامان نتاعهم ماهوش زوج مواضيع ونص، انما قسم اول 10 نقاط، قسم ثاني 10 نقاط. بالنسبه للتلميذ يجوز له الانطلاق من اي سؤال شاء. مثلا القسم الاول ينجم يبدا بالقسم الثاني، له ذلك يبدا الاكزامان نتاعو بالقسم الثاني اذا القسم الثاني بالنسبه له اسهل. دونك ديما القاعده نفس الذي ذكرته مع الاداب يصلح مع العلوم، يعني الهدوء ثم حسن الاختيار. انا بالنسبه لي كشعب علمي مثلا اخترت، حسيت انه القسم الثاني اسهل لي، نبدا بالقسم الثاني. دونك نكتب في الورقه تاع الاكزامان تاعي القسم الثاني نبدا به. بالنسبه الى القسم الاول اللي يتكون من نص ويتكون من سؤال اول وسؤال ثاني، كيف نجم نبدا بالسؤال الثاني، نجم نبدا بالنص، جائز، فقط لابد من ذكر السؤال. مثلا انا نكتب القسم الاول النص السؤال الاول، السؤال الثاني السؤال الثاني، وهكذا. ولا نكتب مثلا القسم الاول السؤال الثاني، المهم ننصص على السؤال الذي انا بصدده، ولا نبدا بالقسم الثاني مباشره يعني. وبالنسبه للقسم الثاني الموضوع اللي انا ديجا عملت عليه فيديو خاص، تنجموا ترجعوا له، وهو اخر فيديو، كل ما يحتاجه تلميذ الشعاب العلميه الجزء الثالث. يعني لهنا ايضا التلميذ لازم يعمل عمل تحضيري كيف الاداب، ثم التحرير، عمل تحضيري فيه تفكيك وتخطيط، ثم يمر الى التحرير، وهكذا. اذا بهذه النصائح البرقيه نحبوا ان شاء الله التلميذ غدا يكون يعمل يعني عمل جيد، وارجو لكم التوفيق.